ليديز اند جنتلمان، انا عارف ان اخر جزء نزلته للمنهو ديت من شهر، فمش محتاج تقولي في التعليقات. عايزك يا عزيزي دايما تكون من الناس اللي فاهمه ان انا علشان ما نزلتش يبقى اكيد في حاجه حصلت. ده لو انت كنت مهتم، يعني فاهم اللي هو لو مش مهتم. في ناس مش فارقه معاها والله. ده يعني لو انت كنت مهتم، يعني ولو مهتم كنت عرفت. انما يا عزيزي انت مش مهتم بيا وما مش بتحبني يا عزيزي، انا خصمك، ما تكلمنيش تاني. تقول لي مالك، هقول لك مفيش. هتقول لي ليه، هقول لك مفيش. ده بالنسبه طبعا للناس اللي فهماني ومتابعاني من زمان. بالنسبه بقى لو انت شخص جديد كده داخل القناه، انت على وضعك، انت معلم. انت بص، انت تدخل تشوف الجزء القديم وترجع تشوف الفيديو ده معزز مكرم علشان تفهم الاحداث يا برو. يب، المقدمه طولت فشخ. اسيبك مع فلاش باك طيب قصير كده في السريع، علشان لو انت كنت شفت الفيديو اللي فات تعرف يعني تكمل الاحداث. ان هو بنت زيهم، بس بينصدموا بالحقيقه اول ما بيعرفوا ان هو ولد مش بنت زي ما كانوا مفكرين. هنا بطلنا بيخاف وما بيكونش عايز يموت للمره التانية، ده ملحقش يتهنى بجمال ورا عليها. فبيمسك بطلنا الجوهره ديت وبيقول للمعلم شفت، احنا كده معانا كل الموارد. بس للاسف بيجي قرد فجاه وبيسرق البلوره ديت من بطلنا. المهم بيفضل بطلنا يجري ورا القرد ده لحد ما بيدخلوا الغابه علشان يقدر يمسك منه البلوره. بيدخل بطلنا من الشباك علشان ياخد الجوهره بتاعته وبيفضل يدور عليها في الهدوم، بس هو بيحس بشعور غريب مش كويس. واول ما بيلف وشه بيلاقي يون شايطه من الغضب حرفيا شويه وهتنفجر. بيعرفها ان هو يمكن الكلام اللي هيقوله دلوقتي مش منطقي وممكن يعني يكون بيهبد، لكن بيعرفها ان فعلا هو جاي هنا بسبب ان في قرد كان بيلحقه وقام رامي حاجه كان عايزها في هدومها. يعني هو مش منحرف مثلا كان جاي يتفرج عليها وهي بتستحمى. لا 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 طبعا، اوعي تفكري في كده، انا مش كده خالص. يون طبعا بتتعصب اكتر وبطلنا ميت من الرعب، بس بيترجاها تسمعه الاول قبل ما تعمل اي حاجه. وفجاه بتظهر بنت من بعيد، بس بطلنا بيتعرف عليها، ده البنت اللي كان قابلها في الغابه. البنت بتقول ليون ان تشن معاه حق وانه فعلا كان بيطارد القرد. فبتسالها يون هي ليه بتدافع عنه. بتعرفوا البنت ديت وهي بتجمع اعشاب كان في حيوانات هجمت عليها وتشن هو اللي انقذها، فعلشان كده هي متاكده ان هو ما بيكدبش. فبتقول لها يون مش مهم ايه السبب، المهم انه ما يعملش كده تاني. وبتقوم شايله السيف بتاعها وبطلنا بيقع على الارض من الخوف. وبعد ما يوم بتسيبهم وبتخرج، بيقوم بطلنا والبنت بتيجي وبتسلم عليه وبتقول له ان ديت صدفه كبيره ان هم اتقابلوا مره تانية. وبتعرفه بنفسها، بتقول له ان هي اسمها ميمي، وهو كمان بيسلم عليها وبيعرفها بنفسه. بعد كده بتقوم قايله له ان هي عايزه تعطيه حاجه. بتاخده عند حافه الطائفه الضبابيه، فبيسالها عن نوع الحاجه اللي عايزه تقدمها له. وفجاه بتظهر بوابه وميمي بتاخد بطلنا وبيدخلوا جواها. بعد ما بيدخلوا البوابه ديت بيروحوا عند بيت صغير كده، وميمي بتقول لبطلنا ان ده البيت اللي كانت ساكنه فيه مع مامتها، ولما مامتها مشت فشيخ عظيم دخلها للطائف. وبتقوم فاتحه صندوق وبتخرج منه عقد. بتعرف بطلنا ان مامتها قالت لها لو في المستقبل امنيتها اتحققت تخرج العقد ده. المهم بتدي العقد لبطلنا وبتعرفه ان دي الحاجه اللي كانت عايزه تديها له، بس بطلنا بيرفض وبيقول لها مش هقدر اخد حاجه غاليه عليكي زي دي. فبتفضل تزن عليه لحد ما في الاخر بياخد العقد وبيشكرها، وبيفتكر ان دي اول مره في حياته تتعامل معاه بنت كويس، وان حد يديله هديه من ساعه ما كان صغير، فعلشان كده بيتاثر. فبتلاحظ ميمي تاثره وبتساله لو كان كويس، فبيقول لها مفيش، بس ده العقد بتاعك ده كان هيدخل في عيني. المهم بتعرفه ان هو يقدر يستكشف البيت على ما تروح تشوف بقيه الحاجات بتاعتها. بعد ما ميمي بتمشي بيظهر المعلم تشينج وبينصح بطلنا ان هو يهرب من الطائفه ديت علشان ما يشتغلش فيها. بيقول له بطلنا ان هو عايز يغادر، بس المشكله لو غادر دلوقتي ميمي هتتحمل المسؤوليه، ودي كانت اول بنت تعامله كويس في حياته. وده خلى المعلم تشينج بيسال تشين لو كان حبها وعايز يتجوزها. فبيحمر تشين من الخجل، لكنه فجاه بيسمع صوت هو والمعلم تشينج، والصوت ده كان صوت واحد من قطاع الطرق اللي في المستوى التاني، يكون ماسك ميمي كده وبيقول لها ان هو استناها هنا من فتره علشان يخلص عليها. وبيعرفها ان شخصيه حساله وقذره زيها كده لازم تغادر من العالم ده. فبيروح تشين كده ينده عليها علشان ينقذها. فبيقوم المعلم تشينج موقفه وبيقول له المقاتل ده في المستوى التاني، وانت حتى لحد دلوقتي ما وصلتش للمستوى الاول، فانت لو رحت له دلوقتي بالتاكيد هتموت. فبيقول له تشين ايه رايك تدخل جسمي وتعطيني القوه علشان اقدر انقذ ميمي زي ما انت عملت قبل كده لما قدرت اهزم العصابه. بيقوم قايل له المعلم تشينج ان هو كان بيمتلك 1% من قوته، ولما دخل جوه جسم تشين خسر كتير قوي منها. يعني هو دلوقتي في حاله ضعيفه جدا وحرجه، ومن الخطر على حياته وحياه تيان ان هو يعمل كده تاني. بيعرف تيان ان هو لازم يستنى شويه ويجمع له كميه طاقه محترمه لحد ما يدخل جوه جسمه مره تانية. ده كان عصب تيان وخلاه يضرب ايده في الحيط، وبيقول ان دايما الضعيف ما بيقدرش يحمي الناس العزيزه عليه، انه عشان ضعيف دلوقتي ما هوش قادر يعمل حاجه. بس فجاه بيلاقي القلاده بتاعت ميمي بتبدا تتوهج، فبيسال المعلم تشينج هي القلاده دي بتعمل كده ليه. يجي المعلم تشينج وبيعرفه ان هو محظوظ جدا لان دي مش قلاده عاديه، البلوره بتاعت القلاده ديت هي جوهره طاقه من المستوى العالي. ده خلى تشين فرحان وبيقول
بيقول له يعني انا كده هكون قوي لان انا كده قدرت اجمع لك كل الاعشاب والبلوره اللي انت كنت عايزها. بس المعلم تشينج بيقول له لا مش هينفع اخليك قوي دلوقتي. بيستغرب تيان وبيقول له امال انت كنت عايز المواد دي ليه وهتخليني اقوى ازاي؟ بيعرفوا المعلم ان هو لازم يكون عنده تركيز كويس علشان الطاقه الروحيه ما تدمرش جسمه وتخليه ينفجر، وان حاليا هو مش هيقدر يركز بسبب ان ميمي في خطر، فبالتالي مش هيقدر يتحكم في الطاقه ديت وهينفجر، او في احسن الاحوال هيتحول لمجنون، او ممكن تتحول لمجنون وبعد كده تنفجر. علشان كده بيسال تشين لو كان متاكد ان هو عايز يعمل كده. بيعرفوا تشين ان هو دلوقتي محتار لانه مش قادر ينقذها وفي نفس الوقت مش هيقدر يفضل يتفرج كتير. فبيقول له المعلم تشينج لو عايز نصيحتي فانا بنصحك انك تاخد البلوره ديت وتمشي من هنا بسرعه علشان تبدا في رحله استكشاف العالم وتكون اقوى. وكمان بيقول له انت لسه عارفها من شويه، انت ليه مهتم بيها؟ مع الموهبه اللي عندك ديت وبمساعده المعلم بتاعك اللي هو انا يعني هتقدر تكون اقوى رجل في الجيل ده، ومش هتكون مضطر للبنات لانك انت طبعا هتكون الاقوى والاغنى، فبالتالي هما اللي هيجروا وراك مش انت اللي هتجري وراهم. هيكون عندك فانز كتير وهيحبوك من جميع انحاء العالم. بيرفض تشين العرض بتاع المعلم تشينج وبيقول له ان هو يمكن مش شخص قوي او مش شخص صالح، بس مش هيقدر يسيبها في الحاله اللي هي فيها ديت بعد ما ساعدته وقدمت له هديه. فبيقول له المعلم جدع يا ولا، انا فخور بيك، انا كنت متاكد اني اخترت الشخص الصح. بيستغرب تشين كده وبيقول له يعني انت كل اللي قلته ده كان اختبار ليا؟ بيعرفه المعلم ان اكيد ده كان اختبار لانه بصفته المعلم بتاعه لازم يعرف اخلاقه، وكمان كان بيختبر اذا كان يستحق يكون المعلم بتاعه اصلا. وبيسال بطلنا لو كان متاكد للمره الثانيه ان هو عايز يكون اقوى في المكان ده لان هيكون في خطر عليه وممكن يكون فيه اعراض جانبيه ممكن تموته او ينفجر زي ما قلنا من شويه. بيرد عليه تشين وبيعرفه ان السؤال ملوش لازمه لانه كده كده عارف الاجابه بتاعته. فبيبدا المعلم يدمج الاعشاب السحريه مع البلوره الروحيه وبينقل كل القوه ديت جوه جسم تشين علشان يقدر ينقي جسمه ويكون اقوى. في الوقت ده كان تشين بيحاول يجمع تركيزه علشان يهدي الطاقه ديت وما يخليهاش تنفجر جواه، وزي ما المعلم توقع تشين مش قادر يركز قوته علشان يتحكم في القوه دي، وبدات عينيه تحمر وعلى وشك انه ينفجر من جوه. بيقوم المعلم مهديه وبيقول له يحاول يركز شويه لانه فاضل له حاجه بسيطه ويقدر يتحكم في القوه دي كلها. بس تشين بيعرفه ان هو حاسس بضغط كبير قوي على قلبه وان قلبه بالشكل ده ممكن يتوقف او ينفجر. فبيقوم المعلم تشينج مجمع كميه طاقه في ايديه وبيحولها كلها ناحيه قلب تشين، وده خلى قلب تشين يرجع يتحرر من ضغط الطاقه اللي كان عليه. بنرجع للقاتل اللي بيقول لميمي ان حياتها انتهت النهارده ولازم أن تموتي. ما تسالنيش يا عزيزي هو بقاله ساعه بيفكر يخلص عليها، هقول لك المؤلف عايز كده انا ماليش دعوه. المهم بيرفع سيفه كده علشان يخلص عليها، بس بيجي تشين وبيمسك ايديه بيعرفه انه يسيبها تغادر ولا هو اللي هيخلص عليه. بس تشين بيكون يا دوب وصل للمستوى الاول، وده اللي القاتل اخد باله منه وبيقول لتشين انت يا دوب في المستوى الاول وانا في المستوى الثاني، انت شكلك عايز تموت ولا ايه؟ وبسرعه بيقوم موجه ضربه لتشين من قوتها بتخبطه في الشجره اللي وراه. بيتجه المقاتل ده ناحيه تشين وبيقول لتشين يركع له ويتوسل له علشان يسيبه يعيش. ما بيكملش كلامه الا وفجاه بيلاقي تشين اختفى من المكان اللي كان قاعد فيه. ده لان تشين بيظهر من وراه فجاه وبيوجه له هجوم سريع لدرجه ان المقاتل ما بيلحقش يستوعب هو ايه اللي حصل. ينصدم المقاتل من تشين وبيقول في نفسه ان هو ازاي قدر يعمل كده ويتحرك من غير ما يلاحظه. المفروض ان مستواه يكون اعلى من مستوى تشين، فبالتالي المفروض يكون اسرع منه وعنده سرعه بديهه، فعلشان كده بيطلع يهرب من المكان بسرعه لانه خايف ان ممكن يكون تشين مستواه اعلى من كده وهو خفي. وبيتوعد تشين ان هو هيرجع تاني علشان ينتقم منه. وبيروح تشين بعد كده يطمن على ميمي لو كانت كويسه. فاول ما بتشوفه ميمي بتجري على طول عليه وبتقول له ان هي كانت خايفه. بس في وقتها كان في راجل عمال بيتمشى في الغابه بيشوف بطلنا وميمي وهم مع بعض، وبعد كده بيغمى عليه من قبل ما يوصل لهم. فبيقوم تشين وميمي واخدين الشخص ده بعد كده لجوه كهف علشان يعالجوه. بس هنا تشين كان بيفكر في حاجه تانية، بيقول ان هي شكلها عارفاه وبيسال نفسه لو كان ممكن يكون جوزها او حبيبها. فبتقول له ميمي ما يفهمهاش غلط وان الشخص ده كانت شافته قبل كده. بتعرف تشين ان هي شافته وهو بيتعرض للتنمر، ولما جت تحاول تساعده راحوا رابطينها وبداوا يتنمروا عليها هي كمان، لحد ما جت يون في اللحظه المناسبه وانقذتها. وطلبت ميمي من يون ان هي تاخد الشخص ده علشان يعالجوه في الطائفه، بس يون رفضت ان هي تدخله الطائفه بتاعتها وتعالجه هناك. وهنا ميمي بتعرف تشين ان هي من يومها خدته وحاولت تعالجه هنا، بس علشان طبعا مستواها في العلاج الطبي كان ضعيف ما قدرتش تعالجه بشكل كامل، ومن يومها وهو تعبان هنا. فبيقول تشين ان هو كده بدا يفهم الموقف. شكل الشخص اللي كان بيحاول يقتل ميمي من شويه هو اكيد من الناس اللي كانوا بيتنمروا على الشخص ده. وميمي هنا بتترجى تشين وبتطلب منه ان ما يقولش ليون ان هي دخلت الراجل للمكان ده. فطبعا هنا تشين بيطلع روح السمب اللي جواه وبيقول لها دونت ووري، ما انا مش هقول لحد عشان انت كيوت. وفجاه بيسمعوا هما الاتنين صوت الشخص اللي كان بيحاول يقتل ميمي من شويه لانه جاب معاه عصابه، وبيقول لتشين انت كنت مفكر انك هتهرب مني، وبيعرف تشين ان هو رجع علشان ينتقم زي ما وعده. بس هنا ميمي بتحس بالذنب وبتقول ان هما جايين علشانها، فعلشان كده بتندفع ناحيه تشين وبتقول له غادر بسرعه لانهم جايين علشانها ولو غادر مش هيعملوا له حاجه. بس تشين بيطلع روح السمب اللي جواه مره تانية وبيقول لها عيب عليكي انا جنتلمان ازاي اسيبك في المكان ده. فبيتعصب منه النينجا اللي كان بيحاول يقتل ميمي من شويه وبيقول لتشين احنا جايين علشان نقتلكوا، ده مش وقت محن. ومن كتر ما هو متضايق لتشين والمحن اللي بيعمله مع ميمي بيأمر الاقرع ده
انه يهجم على تشين، بس تشين قدر يتفادى الضربه بتاعت الاقرع ابو عضلات ده. لكن النينجا بيظهر ورا تشين وبيقوم مكتف تشين بمناديل الحمام. بيبداوا كلهم يربطوا تشين علشان يخلصوا عليه، وبيجي واحد منهم معاه سيف بيقول لهم يفضلوا ماسكينه وهو هيخلص عليه. فبتظهر ميمي على اخر لحظه وبتقول لهم يسيبوا تشين في حاله وهي هتيجي معاهم وتعمل لهم اللي هم عايزينه. وفي النهايه بيربطوا تشين في الشجره ديت وبياخدوا ميمي. وفي اثناء ما كان تشين مربوط بيجي المعلم تشينج وبيفكه، وبيعرف تشين ان هو قال له ان مستواهم اعلى منه، وان لو قتلهم كده كلهم مع بعض هيموت، لكنه عنده حل علشان يقدر يهزمهم. فهنا طبعا تشين بيتحمس جدا وبيطلب من المعلم تشينج يعرفه ايه هي الحل ده. بيجمع المعلم تشينج كميه من الطاقه بتاعته وبيوجهها ناحيه تشين. فبيحس تشين بشعور غريب وكأن المهارات بقت بتدخل في دماغه. بيعرفه المعلم ان هو اداله بعض من مهاراته القديمه، المهارات البسيطه اللي يقدر يستخدمها في مستواه الضعيف ده. المهم بننتقل بعد كده لميمي اللي بتكون عماله العصابه بيعذبوا فيها وبيقولوا لها هي فين اشيائهم. فبتقول لهم ميمي ان هي ما تعرفش اشيائهم فين وان عمرها ما اخذت اشياء حد. بس النينجا بيتعصب منها وبيقول لها لو ما جبتيش اشيائي انا هخلص عليكي. أنا أشيائي هي أشياء أمك. وفجأة قبل ما النينجا يخلص عليها بيلاقي نفسه مش قادر يتحرك، وده كان بسبب تقنية تشين اللي اتعلمها من المعلم تشينج من شوية. التقنية دي خلته يقدر يكتف كل العصابة ديت ويخليهم يغمى عليهم. بس للأسف هو كمان بعد ما خلاهم يغمى عليهم فقد جزء كبير من قوته واغمى عليه هو كمان. لكنه بعد شوية بيصحى في بيت ميمي اللي بتكون بتسأله لو كان كويس، ولما بيجي تشين يطمنها وبيقول لها ان هو كويس بتقوم ماسكة ايديه وبتقول في نفسها كده وهي بتبتسم ابتسامة خبيثة ان هي مش هتقدر تستنى كل ده. بتكتف تشين وهو ما بيبقاش قادر يتحرك، بيقول في نفسه ازاي قوية او كده لانه مش قادر يحرك ايديه رغم ان هو في المستوى الاول من القوه. بتعرفوا ميمي انه شكله كده اخد باله وان هي مش هتقدر تفضل تضحك عليه كده كتير. فبيقول لها تشين ان هو مش فاهم حاجه وبيعرفها تفهمه هو ايه اللي حصل. فبتقوم رايحه كده عند ودانه وبتقول له ان هي ضحكت عليه من الاخر لان المقاتلين اللي كانوا بيحاولوا يقتلوها دول سرقت منهم الكنز بتاعهم لما كانوا بيواجهوا وحش مستذئب. وبالنسبه للشخص اللي كانت بتقول له ان هو مريض فده كانت شخص بتلعب بيه بس وبتتسلى. فهنا تشين بدا يفهم كل حاجه، انها فعلا كانت بتضحك عليه وكانت بتمثل ان هي طيبه علشان تقدر تخدعه. السلسله اللي اديتها له ديت كانت كذب، ولما حاولت تحميه برضه كانت بتضحك عليه. وبعد كل اللي شافه منها ده نزلت من نظره بعد ما كان بيحبها. وبتعرفه وهي بتبتسم له ابتسامه خبيثه ان هي بس كانت عايزه شخص تتسلى بيه، لان الشخص اللي كانت بتلعب بيه من شويه اللي هو المريض اللي كانوا واخدينه في الكهف ما عادش قادر يستحمل شت. فبيتعصب تشين وبيطلع كميه طاقه وبيبقى على وشك يضربها، لكنها بتقوم راميه عليه مسحوق منوم. فبيبدا تشين يفقد تركيزه ويحس انه نعسان. وفجاه بتدخل عليه ميون وهي ماسكه السيف. فتشين طبعا اول ما شافها بيجري عليها على طول وبيقول لها تنقذها من ميمي لان ميمي حاولت ان هي هنا ميمي هي كمان كانت بدأت تطلع دموع التماسيح اللي عندها. بتعرف يون ان تشين خد منها اعز ما تملك، ضحك عليها واغراها بجماله وفي الاخر بيهددها دلوقتي ان هو هيفضحها شت. وهنا كان تشين مبهور من التمثيل، بيقول لها ان هي كذابه وهي اللي خدعته. فبتروح على طول ميمي تجري على يون بتاخد منها السيف وبتقول لها ان هي هتخلص على حياتها. فبتستخدم يون تعويذه سحريه بسرعه وبتسحب سيفها من يون وبترميه بعيد. فبتقع ميمي على الارض وبتفضل تقول ليون هي ليه انقذتها لانها كانت عايزه تنهي حياتها. طمنها يون وبتقول لها ان دي مش غلطتها وان هي هتجيب لها حقها بالتاكيد. فهنا طبعا تشين كان مصدوم لان ميمي بتمثل حلو قوي، يعني هو لو كان في موقف زي ده كان اتهم نفسه بان هو الغلطان. وبعد كده يون بتنادي على الحرس وبتقول لهم ياخدوا تشين. بيقول لها تشين تستنى ثانيه واحده وهو هيشرح لها كل حاجه، بس هي طبعا ما بتستناش وبياخدوا المقاتلين على السجن الانفرادي. فاثناء ما كانت تشين ندمان وعمال بيقول ان هو ليه كل ده بيحصل له وان هو دايما كانت نيته بتكون خير، بيخرج له المعلم تشينج وبيقول لتشين انت ازاي ما خدتش بالك البنت دي كل ما كانت مره بتقرب منك كانت بتخرج هاله خبيثه علشان تحاول تغويك. فبيسالوا تشين لو كان عارف ان هي كانت شريره من البدايه. بيعرفوا المعلم طبعا ان هو كان عارف بس ما قالش لتشين علشان تشين ما سالوش. فبيقع تشين على الارض وبيخيب امله بعد ما فقد امله في المعلم المتخلف ده. بيبدا يقول مع نفسه ان هو مش هينفع يسيب ميمي تتحكم فيه، في حين ما بيكون المعلم تشين بيقول في نفسه انه عارف ان هو ما قالش لتشين عن ميمي لانه عايز تشين يجرب الصعوبات ويحلها لوحده، لان المعلم مش دايما هيكون مع تشين فحاليا هو هيراقبه ولو احتاج مساعده هيكون جنبه. المهم تشين كان بيفكر ان من الغريب ان يون ما عملتلوش حاجه، لان واضح يعني بالتاكيد ان من المنطقي ان هو اللي حاول يعتدي على ميمي، فكان المفروض ان يون تهجم على تشين وتخلص عليه من غير ما تسيبه حتى يتكلم. لكن من الغريب ان هي سابته المره دي من غير ما تخلص عليه واكتفت بان هي تحبسه في سجن انفرادي. فجاه بتظهر ميمي وبتسال تشين لو كان كويس وبتعرفه وهي بتبتسم له ابتسامه خبيثه كده ان هي جت علشان تطمن عليه. بيقول تشين في نفسه ان هي جت كده في الوقت المناسب علشان ينفذ الخطه بتاعته. بس ميمي بتروح تمسك ايديه وبتقول له مش انت لو كنت سمعت كلامي ما كانش زمانك دخلت السجن وكان زمانك دلوقتي مستقنيص. بتعرفه انه لو عمل اللي هتقول له عليه هتدور على طريقه علشان تسيبه يعيش.
بيشكرها تشين وبيقول لها ان هو مش محتاج مساعده منها، فبتنصدم من كلامه وبتساله لو ما كانش خايف يموت. فبيقول لها تشين بما انك سالتي انا عندي سر وهقوله لك. واول ما بيروح يقول لها السر في ودانها بتنصدم من كلامه. وبعد كده بتساله ميمي وهي مستغربه هو يقصد ايه ان هو هيتجوز يون في المستقبل. فبيعرفها تشين وبيقول لها انا بكل فخر حبيبها. فبتفضل ميمي تضحك عليه وبتقول له تشين انت اكيد بتهزر، لان يون هي اخر حاجه تفكر فيها ان هي تتجوز لانها بتكره الرجال كره العمى. بس تشين بيعرفها ان دايما هيكون في استثناءات، ويسالها لو كانت فاكره العصابه المكونه من 4 اشخاص اللي كانوا هجموا على الطائفه وسموها. بيعرفها ان في الوقت ده لما هو كان محبوس مع يون جوه الغرفه الحجريه انه بسبب تاثير السم ما كانوش في وعيهم، وده خلاهم يتامبلايزوا سوا. وبعد ما رجعت لوعيها ومسكت سيفها فهنا تشين اعتقد ان هي هتخلص عليه هيموت لمحاله يعني، بس على عكس المتوقع طلبت منه انه يفضل هنا ويشتغل في الطائفه كعامل لانها محتاجه يكون جنبها. بعد كده بيسأل ميمي لو كانت فهمت الموقف اللي هي فيه، فبتقول ميمي في نفسها فعلا ان هي عارفه موضوع اللصوص اللي كانوا بيحاولوا يسرقوا الطائفه، كانت عارفه كمان ان كل البنات اللي في الطائفه اغمى عليهم، فازاي يون هي الوحيده اللي قدرت تنجو وانقذت الكل ازاي، ده اللي ما كانش حد عارفه. وبتقول لتشين لو كان كلامك صحيح فليه يون بتعاملك ببرود ومش لطيفه معاك قدام بقيه البنات. يعرفها تشين ان ده من منظور الناس الغريبه اللي زيها، لان طبعا مش هينفع ان هي تعامله بلطف لما يكونوا قدام حد غريب. وبيقول لها تتخذ قرارها بسرعه علشان شكلها كده نهايتها قربت. وهنا فعلا ميمي بتتوتر وبتقول ان لو كانت شين هو حبيب يون وهيتجوزها في المستقبل فده معناه ان هو هيكون زعيم الطائفه. المهم تشين بيكمل كلامه وبيعرفها ان هي عندها فرصه واحده علشان هي تعيش، والفرصه ديت ان هي تتوسل له من دلوقتي وهو هيسامحها في المستقبل. بس هي بتدمع ومن كتر الخوف بتبدا تعيط. في النهايه بترجع تجري وبتغادر الزنزانه بتاعت تشين. فبيظهر المعلم تشينج وبيسال تشين هو بيفكر يعمل ايه. بيعرفه تشين ان من الواضح كده ان يون ما صدقتش كلام ميمي، فعلشان كده هو لسه عايش لحد دلوقتي. فجاه تشين بيلاقي يون دخلت عليه فعلا. المهم بننتقل احنا بعد كده لميمي اللي طول ما هي ماشيه في الطائفه كان كل البنات عمالين بيشاوروا عليها وبينصدموا اول ما بيشوفوها. ده غير كمان ان هم كانوا بيتكلموا عن تشين. لما بتعدي من قدامهم بتحس ان هم بيبصوا لها كده بنظرات غريبه وكلها اشمئزاز. ولما بتقرر تروح للمكتبه بتقول لها امينه المكتبه ان هي مش هينفع تدخل النهارده علشان المكتبه مغلقه، بس ميمي بتاخد بالها ان في حد في المكتبه جوه. بتقرر تطنش وتروح تتمشى شويه في الغابه. بتسال نفسها لو كان فعلا تشين يكون حبيب يون. وهي بتتمشى في الغابه بيظهر شخص من وراها وبيحط ايده على بقها علشان ما تصوتش. الشخص ده كان تشين اللي بيقول لها توطي صوتها علشان ما حدش يسمعه. فكانت بتقول في نفسها لو فعلا اطلقوا سراحه، بس هو بيمسك ايديها وبتقول له تتبعه بسرعه. بياخدها وبيروحوا عند غرفه يون، وتشين بيفتح الغرفه بتاعتها باستخدام الحجر السحري بتاع يون. فكانت ميمي مصدومه وبتقول هو الحجر السحري بتاع يون بيعمل ايه في ايد تشين. لما بتدخل مع تشين جوه الاوضه ديت بتساله هو عايز منها ايه. فبيقرب تشين من السرير ده وبيكشف الغطا عن يون اللي بيكون مغمى عليها. وبعد كده بيطلب من ميمي ان هي تساعد يون وتنقذ حياتها. فبتساله ميمي هو عمل ايه علشان يحصل ليون كده. بيعرفها تشين ان هم ما عملش حاجه وانهم كانوا بيتدربوا مع بعض بس فجاه اغمى على يون. فبتروح ميمي تكشف على يون بتلاقي ان نبضها ضعيف. بتقوم سألت تشين لو كان في حد غيره عارف الموضوع ده. فبيعرفها تشين ان هو ما قالش لحد غيرها، ده لانها اكتر واحده يعرفها عندها خبره في الموضوع ده. فبتقول في نفسها هو ليه بيقول الكلام ده كاني مش محترمه، لكنها بترد عليه وبتعرفه ايه اللي يخليها تنقذ يون اصلا. فبيقول لها تشين هي تقصد ايه وليه مش هتنقذها اصلا. فبتبتسم له كده وبتقول له ان هو شكله ما هوش فاهم كل حاجه في الطائفه هنا. بتعرفه ان في الطائفه هنا كان في واحده اسمها لولو. الوقت اللي لولو كانت موجوده فيه في الطائفه دي كانت يون تلميذه عاديه في الطائفه، بس في يوم من الايام كانت اختفت زعيمه الطائفه اللي قبل يون. ولما لولو راحت تدور على الزعيمه اللي كانت قبل يون لما رجعت لقت ان يون بقت هي زعيمه الطائفه. ومرت الايام والاسابيع والشهور والسنين ولولو ويون بيكرهوا بعض. بتعرف تشين ان دلوقتي لو يون ماتت لولو هي هتكون زعيمة الطائفة. فبيقول لها تشين تمام بس ايه علاقة كل ده بيكي. بتقول له يا غبي ما هو انا ابقى بنت لولو. فبيقول تشين هو ده الموضوع كله، بس على العموم كده خطته نفعت. وفجأة بتقوم ميمي هجمة عليه. بيسألها تشين هي بتهجم عليه دلوقتي ليه. بتعرفه ميمي ان هي هتعمل فيه اللي هي عايزاه بما ان يون بتموت كده كده. فبيقول لها تشين ما تتهورش لان يون لسه معاهم وسامعه وعارفه كل اللي بيحصل في الاوضه. بتقول له ميمي ان هي فضلت مستحمله يون لفتره طويله. بتقرب منه كده وبتعرفه ان احسن انتقام ممكن تعمله في يون ان هي تعمل الجلاشه مع الشخص اللي كان هيتجوزها في الغرفه قدام عينيها. وفجاه بتحس ميمي ان قوه يون بتزيد. بتظهر يون قصاد ميمي فجاه وبتعرفها ان هي نزلت من نظرها. بتقوم محرره تشين اللي بيبدا يعرف ميمي ان هو عمل خطه من اخر مره زارته في السجن. يقول لها ان يون كانت بتشك في كلامك من فتره وما صدقتكيش اصلا، وان تشين هو اللي قال ليون على الخطه دي علشان يعملوها. بتتعصب منه ميمي وبتحاول تقتل تشين، بس يون بتقوم لاغيه الضربه ديت وبتخفي قوه ميمي. في الوقت ده كانت لولو قاعده في المقر السري بتاعها وعماله بتتامل وتجمع طاقه اللي تشي.
بتيجي المساعده بتاعتها وبتقول لها ان في مشكله حصلت. بتعرفها المساعده بتاعتها ان الخطه اللي كانوا بيخططوا لها علشان يقدروا يموتوا يون فشلت، وبتحكي لها على كل اللي حصل مع ميمي. فبتتعصب لولو وبتقول ان الخطه اللي كانت بتخطط لها من زمان علشان تكون زعيمه الطائفه فشلت بسبب تشين. بتتعصب للمساعده بتاعتها وبتقول ان هي هتنتقم لاختها. انا مش عارف لو هي اختها فعلا ده معناه ان هما دمت الاتنين يبقوا ام دي تبقى ام دي ودي تقريبا بتقول اختها علشان يعني احترام، فاهم؟ المهم بتعرفها لولو ان هي عندها خطه تانية وما تتهورش. في الوقت ده كانت شين قاعد في الغرفه بتاعته وعمال بيعطس وبيقول ان هو مش عنده برد، يبقى اكيد حد بيفكر فيه، لان العطس عند الاسيويين معناه ان في حد بيفكر فيك. وفجاه بتيجي المساعده بتاعت لولو وبتقول لتشين ان لولو عايزاها. بالفعل بيروح تشين معاها وبيفضلوا مستنيين لولو. بالفعل بتيجي لولو وبتلقي السلام على تشين. هتقول لي هتسألني كده مثلا، هتسرح بخيالك بعيد وتقول لي انت ليه سميتها لولو او هي اسمها لولو بجد؟ هقول لك لا، هي اسمها بيومي، فاهم؟ فانا كان لازم اغير الاسم ده. تخيل انا اقول لك بيومي فيجي في بالك بيومي فؤاد، تقول لي طب انت ليه شرحت لي الحته دي؟ هقول لك علشان المساعده بتاعتها بتقول لي تشين ان دي لولو صاحبه طائفه بيومي، الطائفه على اسمها، يعني هي اسمها بيومي، الطائفه اسمها بيومي. فعلشان اسهل الموضوع عليك انت، هي اسمها بيومي، هي اسمها لولو والطائفه بتاعتها اسمها بيومي. خلينا نتخطى الجزئيه ديت ونروح للجزئيه اللي تشين عمال بيفكر فيها مع نفسه. بيقول ان لولو هي عدوة يون اللدود، فممكن كده يحصل له مشاكل لو يون عرفت ان هو جه هنا. بس لولو بتبدا بالكلام وبتعرف تشين ان هي عايزه تتعرف عليه وتعرفه على نفسها. بيقول لها تشين ايوه يعني انت عايزه ايه؟ فبتقوم لولو مناديه على المساعده بتاعتها وبتقول لها تجيب الحاجه. بتقوم جايه وجايبه لتشين قاروره من الاكسير، والاكسير ده هو اكسير تركيز العقل، بيساعد على جمع التشي وانك تعلي مستواك اكتر بسرعه. فبيقول لهم تشين ان هو مش هيقبل الهديه دي لانه مش هياخد حاجه ما يستحقهاش، وما عملش حاجه علشان يستحق الاكسير الغالي ده. بس لولو بتعرفه ان هو طبعا يستحق الاكسير الغالي ده لان هو الشخص اللي انقذ الطائفه من اللصوص اللي كانوا بيحاولوا يسرقونا. البنت اللي شايله الاكسير لتشين بتقول له ان هي كانت معجبه بيه من زمان، يعني كلام سنبات كده، وبتقول له ما تيجي انا عايز اخدمك وبتاع. عيب عيب، ما ينفعش، في رقابه وناس اعمارهم صغيره بيتفرجوا على الفيديو، واحنا داخلين على رمضان كده فعايزين كده ننزل حاجات نظيفه على القناه بقدر الامكان، يعني وضع سبيس تون مود اون. بمناسبه ان احنا داخلين على رمضان، كل سنه وانتم طيبين. المهم بنرجع تاني للحوار اللي ما بين لولو وتشين. تعرفوا لولو ان هي عايزه تقرب منه ويكونوا صحاب. بيقول تشين ان هو كده تقريبا فهم الحوار اللي بيحصل، هي عايزه تقدم لي هديه عشان تقرب مني، وفي المستقبل تطلب مني حاجات علشان تسيطر بقى وانا اكون الجاسوس بتاعهم اللي في القصه. حصلت في قصص كتير. فبيرد عليها وبيعرفها ان هو مجرد خادم صغير في الطائفه ومش عايز مشاكل، وعايز يفضل زي ما هو، وعايز يبعد عن المشاكل بقدر الامكان. فبتبص له كده لولو وبتقول له انت شكلك ما بتفكرش كويس في اللي بتقوله، وبتقول له يرجع للغرفه بتاعته ويفكر في اللي قالته له. وبتشوفه هي والمساعده بتاعته عمال بيغادر المكان. فبتقول المساعده بتاعتها ان هو شكله مش محترم، ما ينفعش يسيبوه يغادر كده، وبتطلب منها ان هي تخلص عليه حالا. فبتعرفها لولو ان هي مجهزه له حاجه، وان هو هيرجع هنا بنفسه علشان يتوسل ان هو يساعدهم وينضم ليهم. في الوقت ده كان تشين بيغادر المكان، وكان عمال بيفكر في نفسه ان هو ما ينفعش يغادر الطائفه دي، لحد ما بتخبط البنت دي فيه وبتخرجه عن افكاره. فبيسالها لو كانت كويسه، بس هي بتعتذر له وبتطلع تجري ناحيه قصر لولو. وبيقول في نفسه البنت دي شكلها غريبه، تحس كده ان هي عملت كارثه وبتهرب منها. وبعد كده بيكون رجع تشين للبيت بتاعه، وبيظهر المعلم تشينج اللي بيكون اخد باله من حاجه غريبه. المعلم تشين بيقول تقريبا كده كان في حد في البيت قريب، ما بيسمعش تشين كلامه وبيروح يشرب. فهو بيشرب كده بيحذره المعلم انه يشرب من اي حاجه، بس كان فات الاوان وتشين شرب من الميه اللي كانت محطوطه على الترابيزه. دي كانت الخطه بتاعت لولو، ان هي تحط سم لتشين علشان يخلصوا عليه. والسم ده كان موجود فيه بيض لعناكب الظلام الشيطانيه اللي بتاكل الانسان من جوه وبتخلص عليه.